واحد من اهم لعيبه مصر كلها، واحد كان لعيب بس لعيب قوي 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 قوي. يمكن كان في كلام كتير عليه الفتره اللي فاتت، سواء من الزميله دين عبد الرحمن المميزه جدا اللي بقول لها مبروك على هذا التالق في برنامج صباح دريم، وايضا مع الكبير احمد المسلماني والاستاذ وائل انديل مدير تحرير الشروق، وكلام كتير على البطل الكبير جمعه الشوان الشهير بجمعه الشوان، المسلسل الرائع للفنان الكبير عادل امام. معانا الاستاذ جمعه الشوان. استاذ جمعه، ازي حضرتك؟ الشهير بجمعه الشوان، المسلسل الرائع للفنان الكبير عادل امام. معانا وطي التلفزيون يا استاذ جمعه. الشهير بجمعه الشوان. الو. الو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا بتشرف بحضرتك تكون معايا على الهواء من خلال التليفون والله، وسعيد يعني بوجودك معايا على الهواء. وانا والله اسعد بكلامك والجميل اللي انت قلته من شويه بالنسبه للاعبي الزمالك. استاذ جمعه، يعني هاخدك في الرياضه شويه. حضرتك بطل كبير، يعني بطل مصري ليه قيمه كبيره جدا. في يعني ضحكت على الموساد وضحكت على جهاز كشف الكذب ويعني انت الرياضه بالنسبه لك ايه؟ الرياضه لان انا اصلا رياضي. يعني من صغري كنت بلعب في السويس. تمام. وبعدين انضميت كمشجع زملكاوي لما كنت ساكن جنب نادي الزمالك، ولغايه دلوقتي طبعا. حضرتك بتعشق كرة القدم وبتنتمي لنادي الزمالك كنادي يعني؟ طبعا طبعا. ده بعد التهجير، يعني حضرتك اساسا من السويس، يعني احكي لنا قصه سياده البطل جمعه الشوان، اتفضل. لا مش بعد التهجير، يعني احنا اصلا اغلب السويسه الزملكاويه. تمام. وطبعا يعني انا ما عنديش حد في عيلتي مش زملكاوي. زائد البلد نفسها القرابيه العظمى زملكاويه، يعني حبنا جمل نادي الزمالك ولاعيب نادي الزمالك القدماء والحاليين. مين كان تربطك صداقات بيه من اللعيبه القدامى؟ والله يعني عايز اقول ناس كتير، ويعني مثلا كابتن حسن شحاته. فعلا دي حقيقه يعني. حضرتك بقالك قد ايه زملكاوي؟ لا ده بقالي 70 سنه بقى. طب خلال فتره الجاسوسيه دي، يعني اعتقد ما كنتش مركز في الرياضه، ولا كنت بتتفرج ساعات على ماتشات الزمالك او تسال عنه؟ يعني ده انا لو يعني ببقى في الخارج وفي حاجه يعني للزمالك كنت بشوفها اذا كانت مذاعه. يا للدرجه دي؟ والله لا حقيقي يعني. طب هل تم تكريمك من قبل نادي الزمالك؟ والله نادي الزمالك طبعا، يعني انا ابن من ابنائه ومن محبيه والعاشقين له. يعني انا فاكر ان انا عملت في نادي الزمالك ندوتين وطنيتين كانوا الحقيقه مهمين جدا. تمام. كانوا مهمين جدا، يمكن الجرائد عقبت عليها فتره كبيره. كان في وجود رئيس مين كان ساعتها؟ كان الرئيس كان الكابتن والاستاذ الدكتور كمال درويش. كمال درويش. اعتقد بعد المكالمه دي لابد ان يكون هناك، انت عارف ان مئويه نادي الزمالك مرور 100 عام على انشاء نادي الزمالك، اعتقد لابد من تكريم قيمه كبيره زي الاستاذ جمعه الشوان. بصراحه يعني قيمه بطل مصري يعني كبير ينتمي لهذا القلعه البيضاء حبا. اعتقد لابد من تكريمك في المئويه، واعتقد المستشار جلال ابراهيم يكون سمعنا يعني. والله انا يشرفني ان نادي الزمالك يكرمني، وانا يعني هكون سعيد جدا لما اشارك في المئويه بتاعه نادي الزمالك. شيء يعني عظيم جدا. استاذ جمعه، بعد اهتمام الكبير اللي لقيته الفتره الاخيره بعد مرضك والاهتمام الكبير من الفضائيات وقيمتك الكبيره عندنا، حاسس براحه نفسيه؟ الحقيقه صدقني الحمد لله، يعني يمكن بالمكالمه دي زودت الراحه النفسيه.
ربنا يخليك يا استاذ جمعه، والله بجد ده انا المكالمه دي اعتقد من انا بقى لي 4 سنين في دريم، المكالمه دي شرف على راسي من فوق. ربنا يخليك يا كابتن خالد ويوفق نادي الزمالك ويوفقك. و يعني انا بتمنى ان ربنا يعني يكون المئويه بكره مش اكتر من كده يعني. استاذ جمعه، اتعرضت يعني من خلال وجودك في موضوع الموساد وكده، اتعرضت للموت اكتر من مره؟ كنت حاسس ان انت خلاص خطوات من الموت؟ والله يا كابتن خالد عايز اقول يعني 11 سنه وانت شايل كفنك على ايدك. وجهاز كشف الكذب ده لما بتقعد عليه ما كانش بيكشفوا حضرتك خالص؟ يعني انت بتقول كلام كذب وده جهاز كشف الكذب، يعني كنت اتمرنت عليه في مصر ولا ايه الحقيقه يعني من هنا برضو ومن قناه دريم انا بشكر رجال المخابرات العامه المصريه. تمام. اللي حقيقه دربوني ولقنوني وقعدوني على هذا الجهاز، لان هم عارفين ان لما اروح تل ابيب هيقعدوني على جهاز كشف الكذب، وبتدريب رجال المخابرات العامه ليا وحمايتهم ليا. حقيقه لما قعدت على جهاز كشف الكذب في اسرائيل او في الموساد الاسرائيلي، يعني بفضل الله وبفضل رجال المخابرات العامه المصريه قدرت اضحك على جهاز كشف الكذب بناء على العلم والاتقان اللي علمتوني المخابرات العامه المصريه. استاذ جمعه، انا بشكرك على تليفونك، ولكن سؤال اخير، مين افضل لاعب في مصر بتحب تتفرج عليه زمان ودلوقتي؟ زمان ودلوقتي حقيقي يعني في اكتر من لاعب عامه عشان ما حدش يزعل مني. في اكتر من لاعب من نادي الزمالك. وحاليا يعني برضو في لعيبه في نادي الزمالك كويسه. بس النجم وما تخسروش شيكابالا. ويا ريت الجمهور المصري كله، اهلي زمالك اي جمهور، يعني لازم يقدر هذا الموهبه العظيمه ونحافظ عليها. والراجل دوا متربي تربيه غير تربيه القاهره والاسكندريه والاخره، ولازم نديله حقه ولازم نصبر عليه. الراجل محترم. وبعدين شيكابالا عنده كام سنه؟ 23 سنه. 23 سنه يعني لسه شاب مراهق مرعرع. انما الظاهر كل من ليه بطولات وكل من ما هو عظيم سواء في لعب الكوره او في لعب تاني للاسف مش عارف بيتحارب ليه. استاذ جمعه الشرمان، استاذ جمعه الشوان، شكرا طبعا على تليفونك الجميل والرائع. اعتقد كانت مداخله مهمه جدا. نروح لفاصل اعلاني ونعود مع مشاهدي